قصة مقطع النهاردة هتكون مختلفة شوية. ليه؟ لأنه هيكون فيها أحداث كتيرة مختلفة زي النصب والكذب والطيبة والغباء، كلهم مجموعين سوا، وكمان معاهم الخيانة ما بين الزوجة وزوجها. وكل الأحداث ده هتحصل في الصين، واللي حرفيا هتأدي في النهاية لكارثة هتصدم الكل. فيا ترى إيه اللي حصل ومين اللي عمل كده وإيه هيكون سبب الكارثة اللي هتصدم الصين كلها؟ فلو حابب تعرف كل ده خليك معايا لآخر المقطع. السلام عليكم، ويلكم باك تو ماي شانل. معكم دراكس، رجعت لكم بفيديو جديد. طبعا حضراتكم مش مصدقين ان انا تقريبا منزل فيديو من يومين واجي النهارده انزل لكم فيديو جديد. سبحان الله. لكن ده على فكره كل ده مش من فراغ. ليه؟ بسبب يا جماعه التفاعل بتاعكم والكومنتات الرهيبه اللي بتكتبوها الفتره الاخيره والمشاهدات اللي بقت بسم الله ما شاء الله جامده. فده هيكون سبب ان انا هحاول على قد ما اقدر اعمل لكم فيديوهات كتيره جدا الفتره الجايه، وممكن توصل لاننا نعمل فيديو كل يوم ويوم. وكل ده هيكون متوقف على دعمكم، لان دي حرفيا الحاجه الوحيده اللي بتخليني اقوم من مكاني وافصل وضعيه الكسل واشتغل. واتمنى لو حابين ان انتوا تدعموا المحتوى بشكل فعلي ان انتوا تنزلوا تحت من خلال ميزه شكرا وتدعموا الفيديوهات اللي انا بنزلها علشان اعرف اعمل لكم فيديوهات احلى. فمن غير ما يغني نتكلم كتير، بالمقدمه كوبايه القهوه والنسكافيه بتاعتك او اي سناكس انت بتحبها، مكان هادي وسماعتك، وتعالى ركز معايا بقصه مقطع النهارده. مش هتصدق عملت ايه في زوجها. قبل ما ابدا حابب اعرفكم ان احداث القصه ممكن تكون صعبه شويه لو انت اقل من 18 سنه ولا كده، فانت ممكن تتفرج عادي، لكن بمجرد ما تظهر لك العلامه دي اتمنى ان انت تسكيب الجزئيه اللي بتظهر فيها لغايه ما العلامه دي تختفي. قصتنا هتبدا في سنه 2017 من الصين، وبالتحديد في بكين، مع صاحب ال 36 سنه سو يانج ماو. سو ده يا جماعه كان شاب محبوب بطريقه كبيره جدا من اهله واصحابه، وكمان ذكي في دراسته، ومن اكتر الحاجات اللي كان بيحبها وهي الكمبيوتر والبرمجه. واللي ده ادى ان هو بعد ما خلص دراسته في الجامعه قرر ان هو يخرج ويعمل مشروع احلامه، واللي هو كان عباره عن ابلكيشن، واللي كان اسمه وي فون. والابلكيشن ده كان عباره عن ان هو بيسهل لك ميزه التواصل مع الناس بطرق مختلفه. فسودا يا جماعه بمجرد ما عمل الابلكيشن حرفيا نجح نجاح كبير جدا، وقدر ان هو يفتح شركه خاصه بيه، واللي هيكون فيها موظفين وناس كتيره بتشتغل على نفس الابلكيشن. وده كان سبب في ان سودا يبقى معاه فلوس كتيره، وحرفيا قدر ان هو يحقق احلام اسرته كلها. لكن برغم النجاحات اللي عملها سودا، الا ان هو في حاجه واحده بس ما قدرش ان هو يعملها، وهي ان هو يجمع حبيبه او زوجه ليه. ليه؟ لأنه تقدر تقول عنه كده ما كانش لاقي البنت اللي هو نفسه فيها، لأنه كان بيدور على مواصفات معينة، زي إن بنت تكون بتحب الأسرة وكمان طيبة ومحترمة وما بتصرفش كتير، وبتكون كمان فوق كل ده جذابة. واللي دي كانت حاجة نادرة بالنسبة له، يعني ما كانش قادر إن هو يجمعها. فده كان بيؤدي إلى إن هو يعمل إيه؟ كان بيدخل يا جماعة بشكل يومي على المواقع والأبليكيشنز المخصصة للمواعدة، زي إن أنت تتعرف من خلالها على بنات وكده، علشان يجمع البنت اللي هي في خياله. لكن برغم كل ده ما كانش بيقدر إن هو يلاقيها، حتى وصل الموضوع معاه لدرجة ان هو يدخل على الابليكيشنز دي ويدفع فيها فلوس كتيرة علشان يخلي المواقع تقدر تحدد له البنت اللي هو نفسه فيها وتجمعها ليه علشان يقدر ان هو يتعرف عليها وممكن في المستقبل يتجوزها. لغاية ما يا جماعة قابل بنت اسمها تاي جي شين، عندها 31 سنة، اتعرف عليها من خلال مواقع المواعدة والتعارف وعجبته. وكانت على حسب ما بتقول في الموقع انها بتحب الاسرة وما اتجوزتش قبل كده ومحترمة وما بتحبش تصرف كتير، ده لدرجة انها كانت كاتبة انها اشترت شنطة واحدة بس في سنتين. فده معناه انها بنت مميزة جدا بالنسبة لساو. فساو ده يا جماعة قدر ان هو يدخل ويتكلم معاها، وبعدين حاول ان هو يتعرف عليها اكتر، ده لدرجة ان هم في تاني يوم تقريبا بس من الشات قدروا ان هم يخرجوا مع بعض ويقعدوا في الكافيه علشان يتكلموا سوا ويعرفوا بعض اكتر. والا حرفيا الموضوع ده كان جايب نتيجه لانهم كانوا متفاهمين بشكل كبير مع بعض. بس الغريب يعني شويه انهم في نفس الليله دي اللي خرجوا فيها بالليل، تاي دي بتبعت له في الشات بتاعهم انها اعجبت بيه بشكل كبير وكمان حبته وكمان عاوزه تتجوزه. واللي دي بالنسبه لي هي الحاجه الغريبه، لان ازاي واحده اتعرف عليها في يومين بس قررت انها تحبه وكمان عاوزه تتجوزه. بس المهم سو في الوقت ده كان مبسوط جدا من اللي حصل. واليوم اللي بعده بعتت له صوره معينه للعصافير اللي كانت على الشجره قدام الفيلا بتاعتها، ودي كان معناها انها كانت عاوزه تقول له انها غنيه شويه. مع ان سو يا جماعه مش معنى ان انا بقول لكم ان هو كان عاوز بنت محترمه ما بتصرفش كتير وكده ان هو فقير، لا بالعكس، هو كان غني بشكل كبير، لكنه مش بيحب البنات المبذره وكده. فعلشان سو ده يقدر يرد على الصوره اللي بعتتها ليه علشان هي كانت عاوزه تبين له انها غنيه، فقرر ان هو يبعت لها سكرين شوت من الحسابات بتاعته البنكيه علشان يوريها هو قد ايه معاه فلوس كتير. وبالفعل كان معاه اكتر تقريبا من 20 او 30 مليون يوان، واللي دول يعملوا مبلغ كبير جدا بالدولار.
فبيعدي حوالي اسبوع وساو بيشتري عربيه تسلا جديده لتاي في يوم عيد ميلادها، لان عيد ميلادها صادف ان هو كان بعد اسبوع من التعارف عليها، والعربيه اللي اشتراها ليها دي كان سعرها اكتر من 140 الف دولار. واتمنى يا جماعه ان انتوا تركزوا شويه في ارقام الفلوس اللي انا حرفيا بقولها طول المقطع، علشان في الاخر هنحتاج ان احنا نحسبهم هيطلعوا قد ايه. وبعدها بكام يوم اخدها علشان يعرفها على اسرته، واللي حبوها هم التانيين بشكل كبير. ده حتى في اليوم ده قامت علشان تساعد ام ساو، وقامت تنظف معاها المطبخ وكمان الصحون وكده. فعلشان كده اسره ساو انبسطت بيها جدا، وحسوا انها ممكن يعتمدوا عليها انها تفضل مع ابنهم. وبعد اسبوع كمان ساو وتاي دول سافروا في اجازه مع بعض علشان يتفسحوا وكده. لكن اثناء الاجازه تاي دي طلبت طلب غريب برضه من ساو، وهو ان هو يشتري لها شقه جديده غير الشقه اللي هو عايش فيها، لانها كانت في دور مرتفع، وهي كانت بتتسبل وتقول له انها مش هتعرف تعيش في شقه دور عالي وكده لانها بتخاف من المرتفعات. فطلبت منه ان هو يشتري لها شقه على البحر ثمنها اكتر من نص مليون دولار، واللي ساو ما رفضش ليها الطلب بتاعها. وكمان هي اللي اخذت الفلوس وراحت اختارت الشقه على مزاجها، وكتبت العقد بتاعها على اسمها. والاغرب كمان برضه انها خلته يشتري لها شنط غاليه وكمان جزم وملابس وهدايا وساعات وحاجات كتيره، على عكس شخصيتها اللي كانت كاتباها في الموقع انها بنت لطيفه وهاديه ومش بتحب انها تشتري حاجات غاليه ولا تعمل الحاجات التافهه دي بتاعه البنات اللي ساو اصلا بيكرههم. لكن لسبب ما ساو كان بيوافق على الطلبات بتاعتها تقريبا لان هو حبها. وكملوا على الحال ده فتره، وعرفها على كل حاجه في حياته وحتى الشركه بتاعته وكل تفاصيلها، لغايه ما في يوم 2 يونيو سنه 2017 بتطلب منه انهم يتجوزوا. وبالفعل بيتجوزوا وبيعمل لها فرح غالي جدا. وبعد 10 ايام بالظبط في واحده من صاحبات ساو اللي كانوا معاه بالمدرسه من زمان جدا وبتحبه كصديق بس مش اكتر، بعتت له رساله تهنيه على الزواج بتاعه من تاي. فاللي حصل هنا ايه؟ تاي دي شافت الرساله وبعدين عملت مشاكل كبيره جدا مع ساو، بتقول له انت بتخوني وبتحب واحده غيري وكده وبتاع، وسابت له البيت ومشيت، وطلبت منه ان هو كمان يطلقها، مع ان الموضوع عادي جدا لان اصلا هي كانت بتهنيه على الزواج منها. وساو رد عليها بطريقه محترمه جدا ومؤدبه، ودي الرساله بتاعتها على فكره لو عايزين تعرفوها. وحاول ان هو يتواصل معاها علشان يرجعها اكتر من مره ويتكلم مع اهلها، لكن وافقت في النهايه انها ترجع، بس كل ده بشرط، وهو ان هو يديها اكتر من 100 الف دولار بس علشان يصالحها بيهم. وساو ده اصلا وافق. والمضحك برضه ان هو بعد كام يوم من رجوعها بيتخانقوا مع بعض وبتحصل ما بينهم مشاكل، وكمان بتوصل لمرحله ان هي تضربه ضربات عنيفه في وشه وتمشي من البيت تاني وتقول له انا عاوزه برضه اتطلق. فطبعا انتم ملاحظين حاجه غريبه، وهي ليه برضه مصره انها تتطلق من ساو برغم ان هو بيعمل لها كل اللي هي بتتمناه، وهي اصلا غلطانه وضربته. الموضوع بكل بساطة يا جماعة ان ساو ده لو طلق تاي فعقد الزواج بتاعهم كان مكتوب ان هو لازم يدفع عليها اكتر من 1.5 مليون دولار لو هما الاثنين اتطلقوا. وكمان فوق كل ده ايه؟ فاكرين الشقه اللي كتبتها باسمها؟ كمان هي هتاخد الشقه دي، ده وغير الفلوس الثانيه اللي هي اصلا اخذتها منه. وبعدها استمرت على رايها ده لدرجه ان هي كانت بتبعت له بلطجيه وبتهدده باهلها لان كان عندها وسايط وناس كتيره مهمه في الصين كانوا ممكن ياذوا ساو. فساو ده في النهايه طلقها ودفع لها 1 مليون دولار بس، لانه في الوقت ده حرفيا هو اداها معظم الفلوس اللي كانت معاه وقال لها هديك نص المليون بعد شهرين. بس الصدمه الاكبر هنا هتكون فين؟ اثناء ما ساو ده يا جماعه كان بيخلص ورقه الطلاق وكده، اكتشف ان اصلا تاي دي كانت متجوزه قبله واحد بقالها اكتر من 3 سنين، على عكس هي ما قالت ليه، قالت له انها ما اتجوزتش قبل كده. وكمان يا جماعه مش واحد بس، دول كانوا 3، اتجوزت كل واحد فيهم علشان بس تقلبه وتاخد منه الفلوس بتاعته وتخلع، زي ما عملت كده مع ساو. وحتى كمان اكتشف من ناس تعرفها انها كانت بتشتغل كفتاة ليل مقابل الفلوس. ولما ساو واجهها بكل ده اعترفت ليه بانه حقيقي، لكن قالت له طالما اتطلقنا اديني الفلوس بتاعتي وهبعد عنك. وقالت له كمان لو ما اديتنيش الفلوس ورفعت عليا قضيه انا حرفيا هدمر حياتك وهرفع عليك كمان قضيه. فاكرين لما قلت لكم عرفها على الشغل بتاعه وكل حاجه وشركته وكده؟ هي في الفتره دي عرفت من ساو ان هو كان بيتهرب من الضرايب تقريبا، فقالت له لو ما دفعتليش الفلوس هقول للشرطه على كل ده واللي هيقفلوا لك الشركه بتاعتك اصلا. وهو اصلا في الوقت ده ما كانش معاه فلوس فعلا يديها علشان يخلص منها. وبسبب كل الضغوطات دي في 17 اغسطس سنه 2017 كلم اخته وعرفها مكان موبايله وساب لاهله كل الفلوس اللي فضلت معاه، وكان بيتعامل معاهم في اليوم ده بطريقه غريبه لغايه ما بنكتشف ان هو بيطلع على سطح المبنى اللي كان عايش فيه ده وبينهي حياته بسبب الضغوطات النفسيه اللي كان بيعاني منها بسبب واحده قذره زي تاي دي. لكن بعد اللي حصل ده اهله قرروا ان هم يفتحوا الموبايل بتاعه واكتشفوا كل اللي كان بيحصل ما بينهم، والشات اللي كان عباره عن تهديدات من تاي لساو ان هو يدفع الفلوس. وكان في ريكورد مهم جدا هسمعه لكم عشان تعرفوا تاي دي كان بتكلمه ازاي.
واهله اخدوا كل الشات ده والمعلومات اللي عرفوها. وكمان كان في فيديو متسرب ليه تايدي اثناء ما كانت سهرانه في يوم مع شخص غريب مقابل الفلوس، واخدوا الفيديو ده وودوه للشرطه كمان برضه علشان يعرفوا قد ايه هي انسانه قذره وبتنصب على الناس وبتبتزهم. وفي النهايه الشرطه حكمت ان تايدي ترجع كل الفلوس اللي اخدتها من ساو لاسرته وكمان العربيه والبيت، وانحكم عليها بالسجن بس لمده 4 سنين. فهل تفتكروا ان الحكم اللي اخدته ده كافي ولا كان المفروض تاخد حكم اكبر؟ واتمنى بالنهايه انكم ما تنخدعوش زي ساو ده، لان ساو يا جماعه حصل له كل ده 5 شهور بس. وعارفين في خلال 5 شهور، فاكرين لما قلت لكم الفلوس اللي اخدتها منه اجمعوها، هي اخدت منه يا جماعه اكتر من 2.5 مليون دولار في 5 شهور بس بطريقه النصب عليه.